في حاجات فنية كتير في ماتش الديربي كان المفترض ان احنا هنتكلم فيها، بس انا هحاول اختصر لك الموضوع بشكل عام علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل. اولا في مكاسب كتيرة قوي الاهلي قدر ان هو يحققها، منها عودة الروح للعيبة، تريزيجيه صالح الجماهير، والاهلي بدأنا نشوف شخصية الاهلي ترجع كده واحدة واحدة في الماتش ده. طبعا فيريرا ادارته الفنيه كانت سيئه جدا. الناس كتير جدا بتحاول تقنعه ان ما ينفعش عبد الله السعيد وناصر ماهر يكونوا موجودين في نص الملعب، الاثنين طريقه لعبهم واحده وشبه بعض. انا لو في ايدي ان انا ادي مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه، فانا مش هدي رجل المباراه لحسين الشحات. صحيح هو كان مؤثر على النتيجه وهو السبب في اقتناص الاهلي 3 نقاط، لكن انا شايف ان كوكا هو اللي يستحق رجل المباراه، لان اخوان بزيرة هو افضل لعيب الزمالك من ساعه انضمامه. هو بيقدم مستوى فني كبير جدا، لكن الراجل سيطر عليه سيطره كامله وما كانش ليه اي وجود في المباراه، ويعني كثف كل مجهوده وتركيزه على انه يقفل الجبهه دي، لانها كانت هتبقى جبهه خطر جدا. الزمالك فنيا عنده مشاكل كتيره جدا، واعتقد ان السبب فيها المدير الفني، لانه ما قدرش اللقاء بشكل جيد وما قراش الاهلي بشكل جيد. لكن الفوز ده مهم زي ما قلت لك، ادى حاجات كتير ايجابيه للنادي الاهلي ورجعت الاهلي مره تانية للمنافسه. لكن في بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجوده، وما تقدرش تاخد مباراه الزمالك كمقياس تقدر تقيس عليه الماتشات اللي جايه، لان الزمالك ما كانش في افضل حالاته. الزمالك لو في افضل حالاته قد تكون النتيجه كانت هتبقى مختلفه، او كانت اتيحت ليه الفرص اللي كان سجل بيها. عشان كده مهم انك تبني على الفوز اللي الاهلي قدر انه يفوز فيه على الزمالك، لانه معنويا هيفرق معاه كتير. شرط انك انت تعالج السلبيات اللي موجوده الناحيه الجايه، وطبعا ما فيش كلام، لازم مدير فني اجنبي رغم فوز النحاس وادارته للقاء بشكل جيد، الا ان المدير الفني الاجنبي ضروره بحته.